السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السداموني بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب. وانتقلت قوة أمنية من ضباط ووحدة مباحث مركز شرطة السدامون لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين مقطورة ودراجة نارية موتوسيكل، نتج عنه وفاة قائد الدراجة النارية الموتوسيكل مناع إبراهيم سيد سالم 35 عاما مقيم بقرية السعدية البحرية، وإصابة السيد بدير إبراهيم 46 عاما مقيم بالسعدية البحرية مصاب بجرح قطعي في القدم اليمنى. ثم نقل المصاب لمستشفى بالقاس العام، ووضع جثمان المتوفي داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واختارت النيابة العامة لإعمال شؤونها ومباشرة التحقيقات. الستاموني بلقاس جثة هامدة السعدية البحرية مستشفى مشرحة المستشفى، جرح قطعي ومقطورة حادث تصادم موتوسيكل دراجة نارية. إنا لله وإنا إليه راجعون، ونتمنى السلامة للمصاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.